النهاردة هكلمكم على جامع مهم جدا في منطقة مصر القديمة أو الفسطاط. طبعا هو جامع عمرو بن العاص. طبعا كلنا عارفين جامع عمرو بن العاص وشهرة جامع عمرو بن العاص، ولكن تعالوا نعرف قصة الجامع أكتر من ناحية أثرية ونشوف التطوير اللي حصل. طبعا عمرو بن العاص فتح مصر طبعا 21 هجريا 642 ميلاديا، ومش هنتطرق لقصة الفتح قوي أكتر ما هنتطرق طبعا لقصة الأثر. لما الأمور استقرت في الدولة المصرية بالنسبة للمسلمين، بدأ عمرو بن العاص بقى يقعد في مصر ويعمل الجامع ليه في منطقة مصر القديمة أو في الحتة دي. جامع عمرو بن العاص طبعا كان ليه كذا اسم، مش مجرد جامع عمرو بن العاص بس، يعني كان بيتسمى باسم تاج الجوامع، كان بيتعرف باسم الجامع العتيق وهكذا. لما عمرو بن العاص استقر بقى بدأ يعمل الجامع، وكان مساحته صغيرة جدا، كان في الحتة دي كده من الناحية الشرقية، يعني في الناحية دي بالظبط، يعني الناحية دي كده البسيطة دي كان جامع عمرو بن العاص. وكان مساحة مستطيلية بسيطة أيام عمرو بن العاص، مساحة مستطيلية، مساحته من 50 ذراع ل30 ذراع، يعني مساحة بسيطة جدا، مفهوش محراب ولا فيه صحن ولا فيه منبر. وكان الأرض بتاعته دي مفروشة بالحصى. كان السقف بتاعه كان من جريد بتاع النخيل، الأعمدة بتاعته مش رخامية طبعا، أعمدة من جذع النخيل، فكان بسيط جدا. ده بالإضافة أصلا إن كان جنب الجامع، يعني الجامع في الحتة دي كده في الناحية الشرقية، كان جنبيه كده بشوية كان في دار لعمرو بن العاص اسمها دار عمرو الكبرى، وكان ليه دار برضو الصغرى اللي هي ابنه عبد الله بن عمرو، وكان في دار كمان دار الزبير ابن العوام. فكان الجامع مساحته بسيطة جدا في الوقت ده. كان أي حد بيجي من الولاة أو وزراء أو إلى آخره أو خليفة كان يحب يطور ويحط بصمة في جامع عمرو بن العاص. ليه؟ لأن جامع عمرو بن العاص طبعا هو واحد، طبعا عمرو بن العاص ده واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي أي واحد بصمته في الجامع ده يعتبر حاجة مشرفة ليه هو. فتعالوا بقى نشوف الناس أو اللي عملت تطورات في الجامع، وطبعا احنا مش هنقولهم كلهم لأنهم كتير جدا، لكن هنقول أشهرهم واللي ساب بصمة بسيطة جدا في الجامع. طيب، أولا عندنا أول واحد يعمل إضافة ويدخل بصمة مختلفة هو مسلمة بن مخلد الأنصاري. ده في عصر الدولة الأموية، كان في الجزء ده برضو، ده الكلام ده كان سنة 53 هجرية. عمل إيه مسلمة بن مخلد الأنصاري؟ هو هدم الجامع اللي كان موجود الجزء ده وزود مساحته شوية، وضاف ايه بقى؟ كان فيه احنا قلنا دار عمرو ودار الزبير، ضاف الدارين ناحية الجامع فزود المساحة بتاعت الجامع، يعني هد وزود ودخل الدارين معاهم، فبقى الجامع بشكل كبير شوية في الجزء ده كده، بقى كبير شوية. وعمل حاجة تانية طبعا، زخرف الجامع، لأن الجامع طبعا كان خالي من أي زخرفة، حط زخرفة في الجامع. وكمان من الجديد اللي عمله ما كانش موجود بقى، عمل 4 صوامع، يعني 4 مآذن، تمام، على 4 أركان في الجامع، وحط عليها اسمه. وفرش الأرض بالحصير، بعد ما كانت مفروشة بالحصى فرشها بالحصير. فمسلمة بن مخلد دخل تطوير في الحتة دي. بعد كده جالنا الأمير عبد العزيز بن مروان برضو في العصر الأموي في سنة 79 هجرية. عمل ايه؟ برضو هد وزود جزء من مساحة الجامع، وعلى في سقف الجامع شوية، يعني من الحاجات برضو اللي هو على في السقف بتاع الجامع شوية. بعد كده جالنا واحد بقى عمل تطوير جديد وليه بصمة، اسمه قرة ابن شريك، ده من والي برضو، ده من عصر الدولة الأموية سنة 92 هجريا. هد الجامع خالص. 93 هجريا بدأ يعمل ايه؟ اللي هو يزود ويضاعف مساحة الجامع. يعني ناحية المنبر دي شايفينها، من ناحية المنبر وفي المحراب ده كده، ده من أعمال قرة بن شريك، اللي هو من ناحية المحراب ده يعتبر الزيادة بتاعت قرة بن شريك، اللي هو زود لحد حتة المحراب دي. ما كانش المحراب ده موجود، يعني المحراب ده ما كانش موجود لسه دلوقتي، هو زود كده لحد ناحية يعني نقول لحد خط المحراب ده يبقى مساحة مستطيلية. فعمل ايه؟ هو زود لحد حتة المحراب دي اللي هو اصلا ما كانش موجود في ساعتها في الوقت بتاعه ده، الكلام ده سنة 93 هجرية. طب وعمل ايه تاني؟ عمل فكرة المحراب المجوف.
احنا قلنا ايه؟ هو احنا قلنا كان في اتجاه قبلة ايام عمرو، بس ما كانش فيه فكرة المحراب المجوف اللي هي الحتة المجوفة المقوسة دي، ما كانش موجودة. فهو قرة بن شريك عمل ايه بقى؟ قال لا، دخل بصمة جديدة اللي هو فكرة المحراب المجوف، فده يعتبر بصمة مختلفة. وعمل ايه كمان؟ عمل منبر خشبي بس مش ده بتاعه طبعا، وعمل مقصورة خشبية تأثرا بالمقصورة بتاعت معاوية بن أبي سفيان اللي كانت موجودة في الجامع الأموي بدمشق. يعني عمل مقصورة وعمل منبر، بس هما طبعا مش موجودين حاليا. فمساحة قرة بن شريك كانت لحد حتة الايه؟ المحراب دي، تمام؟ ما كانش المحراب موجود. جه بقى بعد كده كم حد من الدولة الأموية، لحد لما جالنا بقى نركز بقى في العصر العباسي. جالنا واحد اسمه عبد الله بن طاهر سنة 212 هجرية. طيب عبد الله بن طاهر عمل ايه؟ عبد الله بن طاهر بقى هنا بقى هد الجامع وزود مساحته ضعف مساحة قرة بن شريك. يعني ايه؟ يعني هو هد وزود المساحة بتاعته اهي. بصوا، احنا قلنا لحد قرة بن شريك لحد الحتة بتاعت المحراب دي. من اول المحراب ده بقى عبد الله بن طاهر بدأ يكمل ويكمل لحد الاخر، يعني لحد الاخر خالص، وحدف لحد اخر الرواق هناك خالص. دي المساحة بتاعت عبد الله بن طاهر. يعني عبد الله بن طاهر ضعف المساحة اللي كانت أيام قرة بن شريك، ضعف عليها أكتر، فبقت الضعف بتاعها لحد الإيه؟ لحد الآخر. وعمل إيه برضو؟ اللي هو عمل الأعمدة الرخامية، طورها بالحاجة اسمها بالمراتب الخشبية اللي هي دي بتاعته، فبالعقود طبعا، بس مش دي العقود بتاعته حاليا، دي مختلفة وهنقول قصتها دلوقتي. فهو دخل تجديدات في الجامع. عندنا برضو حاجة كنا مهمة قوي كنا لازم نقولها ناحية قبل، كان المفروض عبد الله بن طاهر، ولكن هنقولها هنا، اللي هي القبة دي. كان أيام الدولة الأموية كان عندنا واحد اسمه أسامة بن زيد التنوخي. أسامة بن زيد التنوخي ده كان عامل خراج، تمام؟ بيت المال. عمل بيت المال في القبة دي، اقتضاء برضو او تأثرا. كانت في الجامع الاموي دمشق كان عنده بيت مال بالشكل ده، بس طبعا مش دي القبة الحالية بتاعت الايه اللي كانت فيها بيت المال، لا دي كانت قبة طبعا قديمة. فعمل الخراج اللي هو أسامة بن زيد التنوخي عمل بيت مال، وكان فيه حتى ممر سري بيربط ما بين قبة مال المسلمين في الناحية دي وما بين المحراب لحد الآخر هنا خالص. فكان طبعا ده كان برضو في الدولة الأموية، تمام؟ وبعد كده احنا اتكلمنا قلنا بقى عبد الله بن طاهر اللي عمل التطور في العصر العباسي. طيب بعد كده جه بقى ناس كتير جدا منهم العصر الفاطمي. يعني العصر الفاطمي ليه ميزة جميلة جدا، اللي هو دخل فسيفساء في الجامع بشكل كبير جدا. عمل الفوارة مكان القبة بتاعت بيت المال، كان في فوارة هنا مكان قبة بيت المال، فدخل تطورات كتيرة. وجه طبعا يعني الدولة الأيوبية والمماليك وهكذا عملوا تطورات، والعثمانيين وهكذا، كله عمل تطورات وشوية زخرفات وحاجات للجامع، لحد لما جالنا واحد اسمه بقى مراد بيك سنة 1796 ميلادية. 1796 مراد بيك بقى بدأ يعمل ايه؟ بصراحة هو الجامع في الفترة دي كان اتعرض للتخريب. يعني بدأ بقى كان الجامع مخرب تماما، كان مفيش فيه صلاة، كان بعضه مهمل. فمراد بيك قرر اللي هو يطور الجامع ويجدد الجامع بشكل كبير جدا، تمام؟ فهد طبعا الجزء الرواق اللي كان موجود من ناحية عبد الله بن طاهر وطوره، تمام؟ وعمل ايه تاني؟ وزود مساحة الجامع بشكل كبير جدا. وبقت المساحة اللي احنا فيها دي بقى مساحة الجامع اللي هي المساحة الحالية دي هي مساحة مراد بيك. يعني المساحة الحالية اللي هي بتاعت الجامع دي هي مساحة مين؟ مراد بيك. وعمل ايه تاني؟ والكلام ده احنا عرفناه من خلال 4 لوحات رخامية بتتكلم او بتحكي ان مراد بيك ليه اعمال تطوير في جامع عمرو بن العاص. طيب وعمل عمل المحراب اللي هو زجرفه بقى باللون الاحمر والاصفر والزجرفه بتاعته دي. ده غير اللي هو عمل المنبر الخشبي اللي موجود ده حاليا، وعمل
دكة المبلج اللي انا اهي اللي هي دي، وعمل مأذنتين موجودين برضو في الجامع، لان الجامع دلوقتي هو في مأذنتين دول من تطوير مراد بيك عشان واخدين الشكل العثماني. يعني المأذنتين الموجودين حاليا في جامع عمرو هما مأذنتين مراد بيك، وزي ما قلنا الزيادة الحالية اللي احنا فيها دي زيادة مراد بيك. ولكن في حاجة مراد بيك للأسف يعني غلط فيها، وزي ما نقول كده هو مرعاش التخطيط الأصلي للجامع. طب عمل ايه الراجل؟ اما احنا قلنا الجامع اهمل وهد وعمل هد، عمل ايه بقى؟ هو احنا هنا كده اهو عشان نبقى باينين اكتر العقود بتاعت الجامع. احنا طبعا اتكلمنا على العقود والاروقه والصحن والحاجات دي، خلاص شرحناها كتير مش هنعيد فيها تاني. طيب العقود اللي هي ده العقد ده كده اللي هو العقد ده اللي هو اللي واخد شكل حدوة الحصان، هو دلوقتي العقد ده موازي للقبلة، يعني واخد شكل موازي. حلو. طيب مراد بيك عمل ايه بقى؟ مراد بيك هد العقود بس اللي كانت موجودة، وعمل ايه؟ وخلاها عمودية على الجدار. يعني ايه؟ يعني بدل ما تبقى موازية كده بالشكل الموازي بقت عمودية، يعني بقت ماشية كده، بقت ماشية بالشكل كده كده. فلما مشيت كده سدد الشبابيك بتاعت الجامع اهي ببساطة. يعني اما كانت موازية للجدار، لا هو بدل ما يخليها موازية اما عمل التطورات بتاعته هو غلط فخلاها عمودية فسدد الشبابيك. ففضل الحال على كده لحد سنة 2004-2005 لحد لما جت وزارة الآثار هدت الرواق بتاع القبلة ده كله ورجعته للتخطيط ايام عبد الله بن طاهر او التطوير بتاعه اللي هو بقى اما اصبحت العقود موازية لجدار موازية لجدار القبلة، وفتحت الشبابيك تاني بعد لما كانت اتسدت ايام مراد بيك. فده كان الغلط او الحته اللي عملها مراد بيك اللي هو فكره التخطيط، معرفش يراعي التخطيط بشكل اصلي فسد الشبابيك. فلما جت بعد كده سنه 2004 الوزاره قدرت ترجع التصميم الاصلي مره تانية. طيب جامع عمرو حابب اقول لكم هو ما كانش مجرد بس جامع للصلاه وهكذا، لا ده كان كمان مركز تعليمي، يعني كان بمثابه مركز تعليمي. كان قبل قيام جامع الازهر طبعا، لان جامع عمرو حضر طبعا كل الدول اللي مرت على مصر، فكان مركز تعليمي. وكان بحوالي يقال ان هو كان بيستوعب حوالي 5000 طالب. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يهمنا تعليقاتكم وارائكم، تفاعلكم على الصفحه وعلى اليوتيوب. طبعا حابب اقول لكم ان جامع عمرو دلوقتي هو تحت الترميم تماما، يعني لسه مش متاح للزياره، هو في الترميمات. ان شاء الله هيتم افتتاحه قريب. هشوفكم على خير في حلقه جديده وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.